لما نشوف طفل عم يكسر ازازه شو ممكن تكون رده فعلك؟ هدول الأطفال أمانة رقبتنا، هدول الأطفال أمانة رقبتنا. خلينا نشوف. خليل ناطر لنشوف اذا حدا فيده يتفاعل معه. حلو الشابين طلعوا. طبعا بدنا نشوف نحن ردة فعل الناس من خلال النينة اللي عم يكسرها، هل بده يكون ردة فعل؟ هي في شاب، يلا خليل. معقول يكون هذا الشاب مثلا؟ يلا ناطرين نشوف خليل اذا في حدا. معقول هي يكون هذا الشاب؟ اوكي. ايش اللي عنده فعلا؟ مرحبا، كيفك؟ شو اخبارك؟ بس هيك شوي. شو اللي فتك بالقصة هون؟ عم يكسر ازاز. عم يكسر ازاز، وانت حسيت انه هذا الموضوع خطأ ما؟ ايه. الاسم الكريم؟ عمر عمر شو؟ ليلى. عندك مشكلة يا عمر إذا طلع هذا المشهد على الكاميرا؟ لا. اوكي، قول باي للكاميرا. نحن للأمانة عم نشوف ردة فعل الناس على تصرف خليل هو عم يكسر الازازة. فناطرين لنشوف. هي مرق شاب. ما بعرف اذا خليل، نحن عم نشوف الناس القريبين من خليل للامانه. هلا الموضوع ما سهل لانه في ناس للامانه الواضح انه قد تتفاعل، ويمكن نشوف انه الموضوع مؤذي لما بدنا نشوف هي. اوه كسيت. حلو، تفاعلت. حلو. مرحبا، يعطيك العافيه. كيفك؟ شو اخبارك؟ نحن منصه ريلي برو. شو اللي لفت نظرك لما هذا الشاب كسر الازازه؟ لا لأنه أمر مؤذي ومزعج، يعني بنفس الوقت هذا أمر ضرر عليه، على صحته، على جسمه، على الناس اللي عم تمرق. بشكل عام هذا أذى يعني ضرر. هلا ممكن انت لما اجيتي لعند خليل لما كسر الازازه ما خفتي من رده فعل منه مثلا؟ هلا أنا اجيته بلطف، تمام، اجيته بهدوء، هو شاب مهيوب وحليوه وما بيقام يأذي ابدا وما بده يعيد هذا التصرف، تمام. نحن هدول الاطفال امانه رقبتنا، هدول الاطفال امانه رقبتنا، لازم حتى نعاملهم بلطف لحتى نكسبهم. فانا قربت لعنده بهدوء لانه بصراحه خفت عليه. شكرا لك. اسم حضرتك؟ مياسة غانم. مياسة، نحن ما عندنا مشكله اذا هذا اهلا وسهلا فيكي. نحن هذا المشهد ما عندنا مشكله اذا طلع على المنصه، ما؟ لا اكيد. شكرا لك الكبيره هون، بس وجهي لي تحيه. يا هلا فيكم، هلا يعطيكم الف عافيه. شكرا. بالنهايه صحتك بتهمنا. شكرا ماسة، شكرا لك. شكرا. للامانه صلنا اكثر من نص ساعه تقريبا كسر خليل اكثر من ازازات صغيره وما حدا تفاعل، ونحن ناطرين. راح نشوف ناطرين حدا يتفاعل مع الشيء اللي بده يعمله خليل، مع الشيء المؤذي. هل في حدا راح يكون واعي ويحاول يوعي خليل مثلا؟ هل في حدا بده يعمل مشكله معه؟ ما بنعرف. ناطرين لهلا، وخليل ناطر للامانه. بمنصة ريلي برو تجربة كسر الازازة مع خليل، شفنا ردة فعل من الناس مع وضد، وشفنا ناس كثير انزعجت من قصة الأذى اللي عم يشتغلها خليل بكسر الازازة. تجربة جديدة مع ريلي برو، بنشوفكم.